مبروك مبروك الكل نصراوي على المستوى والنتيجة والدون والتاريخ. وأنجلو هذا أول لاعب أشوف المباريات الجاية. بيولي يرحم والديك لا تستفزني أنا. طلع تاليسكا ولا ماني موافق على ماني. تاليسكا لا والله فقيدة صراحة، في الشوط الأول علينا بالتسجيل وما شفنا أحد يخلص بصراحة. تاليسكا لازم يلعب مع أنجلو ورونالدو. ساديو ماني لازم يريح من بداية الدوري، هو موجود. المبروك وتستاهلون يا صاحبي، مبروك كلهم. المهم يا أخوان، شفتوا من طلع سيمكان لقمنا هدف. أقول لكم الدفاع عندنا للأسف يرمش. الحمد لله أن خلصناها ب3، والغرافة خايف إني يهاجم ويلقم، فعشان كذا كان الموضوع سيمكان موجود. ترى سيمكان لازم مدافع أجنبي مع سيمكان. لابورت يبي يمشي، لابورت عنده ظروف لازم الشتوية لازم يجي مدافع أجنبي. ما النصر يحتاج المدافع يا جماعة الخير. والله حرام نخسر بطولات ولا نخسر مباريات بسبب دفاع. اليوم أول دقيقتين مع الجامعة لفتين أخذنا هدف. لازم واحد منهم يلعب مع سيمكان، وأنا أتمنى لفتين حسينا بهدوء اليوم بدون لابورت. مع عودة لابورت هذا شيء ثاني، لا يلعب لابورت سيمكان ومرة طيبة. أهم شيء الدفاع يكون تمام، أنا متأكد الهجوم يكون فوق التمام. بصراحة نتكلم الشوط الأول شفنا غرافة قاعد يجاري ويحاول النصر يوصلها، كان بيخطف هدف ما قدر، خلص النصر ب3، وهذا الشيء الإيجابي اللي صار اليوم. مبروكين ونستاهل، والحمد لله على الفوز، والقادم أفضل مشيئة الله تعالى، ونقول يا رب تكمل لين نوصل النهائي وياخذ البطولة بإذن الله تعالى. حبة حبة، ما ودنا نقول نبي البطولة من الحين، حبة والله لنجيبها بإذن الله، حبة بس لا نستعجل. تكفون، الله يرحم والديكم. في عمر 40 سنة كريستيانو رونالدو يسجل 40 هدف يا ساتر. وفي عام 2024 كمان كريستيانو رونالدو. فارس عوض أفضل معلق في العالم يقول عن كريستيانو رونالدو: كيف أن تعاند من كان يروضها دائما. هذا هو عزيزي المشاهد كريستيانو رونالدو. وكمان عزيزي المشاهد كان في اثنين هنا جالسين بس يروضوا بايرن ميونخ، خوسيلي وكريستيانو رونالدو، كان بس ترويض. السفاح المجرم القاتل يا اخوان كريستيانو رونالدو ما حيوقف. شيبه وجهه صار ناشف ولكن برضه مستمر في التسجيل. اخوان حب كريستيانو رونالدو ما حد باقي له شيء على 1000 هدف يا اخوان. جيبوا له جائزه، اخترعوا له جائزه جديده، ما اعرف. وكالعاده كريستيانو رونالدو هو اللي يشيل النصر، كالعاده يشيله على عاتقه ويفرح جمهوره. يا جمهور النصر سلفونا كريستيانو رونالدو شويه. يا متعة النصر اليوم. احنا لازم نغير القارة، لازم نصير نلعب في دوري ابطال اوروبا، ما نبى نلعب في دوري ابطال اسيا، شايفينه ضعيف. اذا مباريات زي هذه المفترض انه نفوز بصعوبة وبشق الانفس، كأنها تمرين فعلا. والله مع احترامي لكل الأندية الإماراتية القطرية العراقية، كل الأندية مع احترامي الشديد لهم، ولكن مثلا 46 الهدف الأول، 64 الهدف الثاني، بينهم تقريبا 20 دقيقة. 20 دقيقة فقط. ترى الأندية السعودية قاعدة تقفل المباريات ب4 دقائق، ب20 دقيقة، ب5 دقائق. ألا تشبع يا رجل؟ ألا تشبع؟ وصلت كم؟ 913 ولا 15 ولا وكم يا أخي؟ يا أخي العداد عندي خرب، عند الناس كلها العداد خرب، عندك ما خرب؟ ما شاء الله المواهب في كل الأندية، في كل أندية الصندوق، المواليد أو اللاعبين الصغار اللي المواليد 2003 في الاتحاد وفي الهلال وفي النصر وحتى في الأهلي، كلهم ما شاء الله مكتسبات. لعيب نصراوية ما أعتقد أنتوا لسه بحاجة إلى تاليسكا مع هذا. عشان كمان كده في الختام ما نختم الموضوع بدون ما نعطي الرجال ذا حقه كمان. تعرف وسط الميدان، وسط الملعب، هو معاه ريموت وسط الملعب، يروح يخليهم يروحوا يمين، يخليهم يروحوا يسار، زي كذا. ملك. مبروك نصراوية. ألف مبروك. هذا يا عالمي، ما هذا يا نصر. 3 الغرافة التاريخي يكتب بأحرف من ذهب هدفين. قبل نكمل اللايك الفولو وحركة الاكسب. النصر يكتسح الغرافة ب3 ويعلن بأنه قادم في آسيا. مبروك لجمهور أردلك فهود الغرافة لم يفعل شيء لكن قال. والله يا جماعة هذا تاريخ كرة القدم. قل لي بربك يا رونالدو متى تتوقف عن يا جماعة هذا تاريخ. مبروك لجمهور الشمس، ولا تنسى الفولو تشرفون الأصفر يا حبايب. احسب لي يا مشجع حمدون، وخليك يا عبسي على صفحة تتألم من رؤية الأسطورة كريستيانو رونالدو يسجل أهداف. وصل ل 913 هدف. ما عندكم حجة اللوخ، ما عندكم حجة. سجل هدفين، رأسية وتسديدة، مو جزاء مو بنالتي. حمدون يشعر بالانتعاج. ريال مدريد هناك يفوز.
وكريستيانو هدفين. يا اخي بس شوفوا الاصرار، شوفوا الانفعال، شوفوا الاجتهاد مالته. انا قلت على هذا اصرار اليوم راح يسجل، وسجل هدفين وما خاب ظني به. اي نعم، ترجمت تحركاته وتصرفاته. لاقيت انه اللاعب ناوي على انه يسجل. اي نعم سجل. النصر افرحي بتواجد الدون كريستيانو رونالدو. رونالدو لا زال يسجل، وصعب عليك يلعب في ناديك. ألف مبروك جمهور النصر الفوز. اليوم النصر امتعنا. المدرب اليوم ما قصر، واللعيبة ما قصروا، ولكنها أخطأ في التغييرات يوم طلع محمد سمكان وجاء الهدف. والله اللعيبة المحليين عندنا الدفاع إنهم سيئين بصراحة. أنجيلو ما شاء الله تبارك الله عليه، شفتوا كيف جاب الهدف، شفتوا كيف المتعة. اليوم نجم المباراة رونالدو، أنجيلو، وبروزوفيتش، وتافيو، وسلطان الغنام. والله اللعيبة اليوم كلهم ما قصروا. بإذن الله أن البطولة من نصيب نادي النصر. وألف مبروك للنادي الأهلي، فوز على نادي العين. وين يا عيناوي؟ والله الموسم الماضي إن الله وفقك وجدت معك. نادي العين نادي كبير، ولكن هذا الموسم كل الأندية السعودية كسبته. وين مصامة خروس؟ ما فيها. قبل الختام يسعدني إضافتك لي تعليقك حق سبلور. الله يكتر بكم جميعا. السلام. 153 عدد أسيستات كريستيانو؟ لا. 153 أهداف كريستيانو برا قارة أوروبا؟ طيب لا. أهداف كريستيانو بعد ما صار 39 أو 38؟ لا. 153. اليوم كريستيانو سجل هدفين أمام الغرافة وصار 913 هدف، الأكثر في تاريخ كرة القدم. ولكن إيش علاقة ال 153 اللي أنا من اليوم قاعد أقولها؟ 153 نادي مختلف سجل عليه كريستيانو إيدون رونالدو بعد ما سجل اليوم على الغرافة، وهو الأكثر في التاريخ أتوقع. 153 حارس مختلف، ممكن 153 مدرب، 153 قميص يسجل عليهم كريستيانو دون رونالدو. اليوم بهدفين ولا اروع. الهدف الاول حكايه جميله بسيطه خفيفه. تعال يا سلطان، عرضياتك الشوط الاول ما كانت حلوه. قبل الهدف بدقيقه ونص كريستيانو قاعد يكلم سلطان، بعدها اول هجمه تمريره من اوتافيو ومن انخيلو. سلطان حط عرض كريستيانو دوف بالراس ما يرح. الهدف الثاني احلى هدف، انا ما اقدر احط الاهداف خوفا من حقوق النشر. الهدف الثاني قال له كذا، هذا طاح كذا نام، قال له شحوال ظهرك. كريستيانو إيدون رونالدو اسم ثقيل جدا، الأثقل في تاريخ كرة القدم. 153 نادي يا رجل، ارحمني شوي. 913 باقي لك 87 هدف وتدخل 1000 هدف رسمي. 1000 هدف رسمي، 1000 هدف مصور HD فول HD 4K. ارحمنا شوي يا أخي، نتعب وراك يا بشر. 912 هدف، بني آدم واحد 912. أنت كيف يا أخي؟ 88 هدف باقي له على الألف. ينافس أندية. أنا ما قلت ينافس نادي، قلت لك ينافس أندية. هو بني آدم واحد. مبسوط قاعد يضحك. أضحك من قدك. حساب الأول طار فول يا حبايب. إيش رأيك في مستوى النصر اليوم؟ جماعة نصر بيولي غريب. مباراة ريال مدريد ومباراة فريق اندونيسي. اليوم النصر كان ممتع جدا، خصوصا نجلو هذا نخلو شيء مجنون. برازيلي هذا صايع، شارب الكورة شرب. بعيدا عن الهدف أنا من زمان كذا متقبله.